في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل الورد للمجسمات والأعمال الفنية. هنعمله بطريقتين سهلين خالص وخامات موجودة في البيت. اعملوا لنا اشتراك في القناة ويلا نشوف هنعمله ازاي. أهلا بيكم، أنا عبد الحميد وهوايتي صناعة المجسمات الصغيرة والغريبة. أول حاجة بدأت بورق الزبدة عشان الغيرة ما بتلزقش فيها، وبعدين هستخدم معاها اللزق بتاع الدهانات، وبعد كده هثبتها في الأرضية من كل النواحي. وبعدين هستخدم النجيلة دي احنا صنعناها مع بعض بطريقة سهلة خالص، والفيديو هتلاقوه موجود عندكم في جنب الشاشة تقدروا تتفرجوا عليه. عملناها بطريقتين وهستخدمهم الاتنين النهاردة. بعد كده هستخدم غير أبيض، ده غير سميك شوية اسمه تاك جلو، نقدر نستخدم الغير الأبيض العادي بتاعنا مفيش أي مشكلة. وبأي حاجة ليها سن زي الإبرة أو عصاية شيش طاووق هستخدمها في إن أحط نقط كده من الغير الأبيض بينهم مسافات حوالي 2 أو 3 سنتي. هعمل العدد اللي أنا محتاجه. بعد كده هستخدم النجيلة وهمسك شوية منها بإيدي وأحاول أسويهم كده بصوابعي لحد ما يبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هزرعها في النجيلة وبعدين هضغط عليها بحيث إن هي تتفرد وتبقى شكل النجيلة. هكرر العملية لحد ما أخلص كل الصفوف اللي موجودة. وهنا ده النوع التاني من النجيلة هستخدمه برضو بنفس الطريقة. أخلص وأسيب ده كله ينشف. وبعد ما النجيلة نشفت هنضف كده الأجزاء اللي هي ما لزقتش في الغير الأبيض. بعد كده بمشرط هقطع كل صف لوحده، وأعرفكم هقطعه لوحده ليه بعدين، عشان تبقى دي النتيجة بتاعتنا لحد دلوقتي. بعد كده هستخدم بودرة الورد، أنا صنعناها قبل كده في فيديو بودرة الشجر والورد، هتلاقوا اللينك بتاعه برضو موجود في الجنب. طريقة سهلة خالص، أنا استخدم الثلاث ألوان اللي موجودين عندي، وتقدروا تستخدموا أي لون زي ما تحبوا. بعد كده في أي حاجة بلاستيك هحط شوية من البودرة باللون الأصفر. بعد كده هستخدم الغير الأبيض على فرشة صغيرة وأحاول إن أنا أدهن الطروف بس بتاعة النجيلة بتاعتنا. هستخدمها وأخفف إيدي كده بحيث إن أنا أدهن الطروف بس. هاخد الصف كله أغرسه واحدة واحدة كده في البودرة بتاعة الورد، وبعدين هنفض الورقة كويس عشان لو في بودرة ما لزقتش تنزل، عشان ده يكون الشكل بتاعنا. هكرر العملية والمرة دي مع النوع التاني من النجيلة والبودرة الحمراء. وكانت النتيجة في الآخر 4 ألوان، عملت الأصفر والأحمر والأزرق وكمان عملت لون أخضر. وما تنسوش اللايك للفيديو. النوع التاني بقى من الورد اللي هنعمله هنستخدم الحبال بتاعة الخيش البكر اللي هو الرفيع، وهسقسق كده بالسوبر جلو على بعد حوالي 3 سنتي أو 2 سنتي زي ما نحب الطول اللي احنا عاوزينه من الطرف بتاع حبل الخيش، وهسيبه ينشف. طبعا أنا بعمل كده عشان يبقى فيه قاعدة نقدر نمسك منها. بعد ما نشف قطعت الجزء ده، وبعدين هحاول أفرد الفتل الكبيرة بتاعته بإيدي كده وأفرقها عن بعضها. وعشان أفرقهم تماما عن بعض هستخدم أي مشط بلاستيك أو اللي هو المشط بتاع الواير ده، وهفرق بصابعي عشان يبقى عندنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكرر بقى العملية وأعمل الكمية اللي أنا عاوزها. بعد كده هستخدم بخاخ سبراي لونه بني وهرش على القطعة اللي احنا عملناها دي. وطبعا اللي ورا ده بس عبارة عن كيس بلاستيك عشان البخاخ ما يبهدلش الدنيا. هرشه قبل ما اللون ينشف. هستخدم النجيلة اللي احنا عملناها، هي عبارة عن قطع برضو خيش متقطعة حتت صغيرة. هبدأ أرش كده عشان نعمل الفروع الصغيرة. وطبعا السبراي بيلزق وهيخليهم يلزقوا ببعض كويس. هكرر العملية أكتر من مرة لحد ما أوصل للكثافة بتاعة الفروع اللي أنا عاوزها عشان يبقى ده الشكل في الآخر. بعد كده هستخدم البودرة بتاعة الشجر، طبعا في نفس الفيديو اللي أنا قلت لكم عليه قبل كده هتلاقوه في جنب الشاشة. وهستخدم معاها الهير سبراي، هرش الهير سبراي على الفروع اللي عملناها. وبعد كده هستخدم البودرة الخضراء أي لون احنا نختاره، وهرش مرة واتنين وأكرر العملية لحد برضو ما أوصل للكثافة المطلوبة. هكرر نفس العملية بس المرة دي باللون الأخضر الغامق لزوم التنويع. بعد كده جت دور على البودرة بتاعة الورد، هستخدم اللون اللي أنا عاوزه وهرش برضو بالهير سبراي بس المرة دي من فوق بس مش من كل النواحي. وبعد كده هبدأ أوزع البودرة بتاعة الورد برضو من الطروف اللي فوق بس.
مش في كل النواحي. هكرر العملية أكتر من مرة لحد ما أوصل للشكل اللي أنا عاوزه، وطبعا هكررها برضو بالألوان اللي أنا عاوزها. لحد هنا نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ويا ريت تعملوا شير مع أصحابكم اللي عاوزين يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية. احنا بدأنا الكورس بتاع الديوراما الطبيعية، وإن شاء الله مش هسيبكم إلا لما تحترفوها. سلام.